النهاردة هعرفكم ازاي تعملوا اسرع طبقين باستا او مكرونة بمكونات بسيطة جدا، تعملوها على الغداء او حتى الجوع اخر الليل، وممكن تعتبروها ان هي بديل للاندومي اللي احنا ممنوعين عنه. اول حاجة هنسلق المكرونة، فهنحتاج لتر من المية هنحطها في حلة كبيرة، يعني تاخد نص كيلو مكرونة تقريبا، وهغطي عليها واسيبها تغلي. بعد كده بقى هنجيب المكرونة بتاعتنا، انا استخدمت اسباجيتي، ممكن تستخدموا اي شكل واي نوع انتوا بتحبوه. انا هستخدم ده علشان احس كده ان انا باكل اندومي، فهمتوا ازاي؟ فانا هحتاج نص كيلو اللي هو تقريبا كيس 500 جرام. بعد ما المية غليت معايا هضيف عليها معلقة صغيرة من الملح، وهنقلب المكونات دي مع بعض كويس. وبعد كده هنحط المكرونة، واكيد كلكم عارفين يعني المكرونة بتتسلق ازاي. علشان انا عاوزاها تكون شرايط كده، فمش هغطي عليها او مش هكسرها غير لما تطرى كده، يعني اطرافها من تحت. وبعد كده بنقلبها بنلاقيها طريت كده. واخر حاجة بحط معلقتين كبار من الزيت علشان ما تلزقش في بعض، وبنقلبها كده تقليبة، وهنغطي عليها بقى علشان تكمل سواها لمدة 10 دقايق تقريبا او 7 دقايق. لو بتحبوا المكرونة تكون مسلوقة وفيها قطمة بسيطة كده، سيبوها 8 دقايق بالظبط على نار تكون فوق المتوسط، يعني نار مش عالية قوي. تمام، وانتوا مغطينها هتطلع معاكم مظبوطة جدا. بس كده خدتها وهصفيها واسيبها على جنب. على ما نحضر اول صوص معانا، الصوص الابيض، بحط مكعبين كبار كده من الزبدة وعليهم معلقتين من الدقيق، وهنقلبهم كده لحد ما الدقيق تلاقوه استوى حبة صغيرين زي ما بنعمل البشاميل بالظبط. بقلب فيهم كده بالمضرب اليدوي، وهحط عليهم كوباية ونص من الحليب. ننزل شوية بشوية كده، بس في الاول بحط نص كوباية وبقلبهم معاهم، يعني بحيث ان القوام يطلع معانا كريمي كده. بعد كده بزود باقي الكمية واقلب المكونات مع بعض لحد ما تلاقوا ان القوام بقى كريمي. انا مش عاوزاه تكون سائلة قوي ولا متماسكة قوي، يعني الصوص يكون خفيف نوعا ما. لما قلبت المكونات والدقيق كله بقى ناعم وبقى خليط واحد، زودت شوية من الملح ورشة من الفلفل الاسود وشوية من الزعتر، او ممكن لو متوفر عندكم اورجانو ممكن تستبدلوه بالزعتر، بس خلينا في الزعتر كده، مش عاوزين توابل معقدة وكده. ضفت رشة بسيطة من الثوم البودرة، وما نكترهوش عشان الريحة، انتوا عارفين الثوم البودرة ريحته عاملة ازاي، ولو مش حابينه ما تحطوهوش. بعد كده حطيت عليهم شوية من المكرونة المسلوقة اللي عملناها، وما تكتروش المكرونة على كمية الصوص، لان احنا محتاجينه يكون فيه طعم جوسي شوية كده. الصوص بنحس بطعم واحنا بناكل، فاهمين؟ يعني ما تكتروش المكرونة على كمية الصوص ده، كمية صغيرة احنا عاملينها يعني. فحط ربع كيلو مكرونة عليه. بس كده قلبتهم شوية، وبعد كده شلتهم من على النار، وده كل النار كانت هادية، يعني النار مش عالية عشان الصوص ما ينحرقش. واستمتعوا بقى بأحلى وألذ مكرونة. تاني نوع هنعمله اللي هو بالصوص الأحمر، وده أحلى الأنواع المفضلة ليا. بحط مكعب زبدة او مكعبين على حسب ما انتوا حابين، ممكن تستبدلوه بزيت، بس انا بقول لكم زبدة علشان خاطر الطعم. هزود كمان نص كوباية من صلصة الطماطم، اللي هو تقريبا 5 معالق كبار من الصلصة اللي هي بالثوم، ممكن تستبدلوها بالصلصة المعلبة، هي كانت متوفرة عندنا في التلاجة. وهنحتاج كمان كريمة طهي، وده السر الوحيد بقى اللي يخلي طعم المكرونة جميل جدا بالصوص الوردي بتاعها. لو مش متوفرة عندكم تستبدلوها بنص كوباية من الحليب كامل الدسم، لازم أن يكون كامل الدسم عشان يدي نفس قوام الكريمة. وهحط تقريبا ربع كوباية من كريمة الطهي على الصوص اللي عملناه، ونقلبهم مع بعض. بعد كده هزود شوية من المكرونة المسلوقة اللي عملناها، وما تكتروش برضو المكرونة فيها علشان احنا محتاجين الصوص بتاعها. بس كده بقلبها على نار تكون هادية، وبعد كده بنقدمها. وعاوزه اقول لكم كمان ان نص كيلو المكرونه اللي انا عملته فاض منه حاجه بسيطه كده، هستخدمها في حاجه تانية، فلو حابين ممكن تحطوا 400 جرام من المكرونه تسلقوها. قدمتهم بقى الاتنين في طبقين حلوين كده علشان نستمتع واحنا بناكلهم، وانصحكم تاكلوها سخنه، بيكون طعمها جميل جدا عن لو سيبناها لتاني يوم او كده. جربوها بقى واستمتعوا بيها، او قولوا لي رايكم في الكومنت. حطوا لايك لو عجبكم الفيديو. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية. باي باي.